السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كشري اصفر بطريقة جديدة جدا واقتصادية ومفيدة جدا جدا. مش هنحتاج ناكل معاها بيض ولا اي حاجة غير السلطة بس. اول حاجة معانا بطاطسيتين مكعبات وطماطميتين مكعبات وبصلتين مكعبات وقرنين فلفل متقطعين صغير او قرن واحد بس، فلفل رومي او حامي زي ما انتوا عايزين. مقطع البطاطس بالشكل ده، ونص كيلو رز وربع كيلو عدس. طبعا انتوا تحبوا تزودوا الكمية براحتكم. كله خضار، يعني كشري مفيد جدا وطعمه جميل وبيدفي وبيشبع وحاجة كده بجد تحفة. انا اول حاجة حطيت 3 معالق زيت في الحلة بتاعتي، ونزلت بالبصل عليها على طول واقلب كده. انا مش هحمر البصلة، يعني انا هصفرها بس. نقلب كده، طريقة جديدة وحلوة جدا جدا ومفيدة. هو الكشري الاصفر بيتعمل من الرز والعدس والبصل، بس انا بقى زودت فيه حبة خضار كده، يعني ايه، نعلي القيمة الغذائية وفي نفس الوقت يبقى حاجة جديدة معانا ومفيدة لولادنا. اول حاجة هنزل بعد البصل، هنزل بالطماطم والجزر بتاعنا. نستفيد بكل خضروات الموسم. أكلة كده شتوية بتدفي وجميلة جدا مع حبة سلطة، حاجة كده يعني من الآخر. أنا نزلت كمان بمعلقة توم مفروم أو فصين توم متقطعين صغير أو مدقوقين ناعمين عشان ميبقوش باينين، بيدي بقى ريحة وطعم جميلة. وادي الملح، وهنزل برضو بالتوابل. التوابل بتاعتها كمون كزبرة وملح بس، وحطيت معاهم معلقة كركم. طبعا الكركم مفيد جدا. نقلب كده كويس عشان ما يلزقش في الحلة بتاعتنا وما يتلسعش. أكلة سريعة وأكلة كلها يعني مش محتاجة أي حاجة جنبها خالص، مغمزة نفسها. أدي الرز بتاعنا والعدس، طبعا أنا غسلهم كويس ومصفيهم كويس جدا جدا. نقلبهم بقى، نجيب كده من تحت عشان ما يبقاش في أي حاجة لازقة. بعد كده أجيب البطاطس بقى بتاعتنا والفلفل. بطاطس بحطها آخر حاجة عشان ما تتهريش، ما ينفعش احطها مع الطماطم ومع البصل يعني، فبحطها اخر حاجة لان هي مش بتاخد سوا خالص ولا بتاخد وقت، فهي هتستوي مع سوا الرز. نقلب كده، طبعا بيبقى طعمه جميل وريحته جميلة جدا جدا وبيشبع جدا جدا جدا. هو الطبق يخلي الواحد مش عايز ياكل اي حاجة تانية. طبعا بظبط الملح وحطيت معاهم نص معلقة سكر عشان الطماطم اللي فيه وعشان العدس ما يحماش على قلبنا كده، ويبقى نحس كده ان احنا عندنا حموضة وتعبانين. السكر بيوازن العملية دي. نقلب كده كويس. طبعا المية بقى بتاعت الرز انا معايراها قد الرز بالظبط، كوبايتين ونص رز كوبايتين ونص مية. مش بنعمل حساب للعدس ولا لأي حاجة تانية، أهم حاجة عندنا حساب الرز. يعني بنوايم المية على قد الرز بس، ما بنعملش حساب العدس خالص عشان يبقى مظبوط معانا كده ومفلفل. أنا غطيته شوية وموطية النار طبعا عليه، ودلوقتي بقلبه. أول ما يغلي بنوطي النار ونغطي ونسيبه بقى كده. بقى هغطيه واسيبه بقى يستوي مع نفسه، وارجع له بقى تاني. خلاص، بسم الله ما شاء الله.
هو بياخد يعني حوالي نص ساعة كده أو 45 دقيقة ويكون استوى خالص. أول ما الرز يتشرب أو يغلي، نروح موطيين النار ومهدينه وسايبينه بقى، هو هيستوي مع نفسه. طبقنا بقى بنغرفه، ايه رأيكم؟ سخن كده وايه، حاجة تحفة. بصوا مفلفل ازاي، جميل. وادي البطاطس سليمة اهي زي ما هي، حاجة كده يعني أكلة جميلة جميلة جميلة، بتدفي في الشتاء وبتشبع وبتخلي الواحد قاعد كده مبسوط مع حبة سلطة. يا سلام لو حابين تعملوا معاها حبة صلصة أو دقة زي ما انتوا عايزين، بتبقى هو جميل في جميع الأحوال، حاجة كده تحفة. لو عجبكم بقى طريقتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.